بتبدأ حكايتنا بست بتولد توأم، وفي راجل بيظهر بعد ما اتولدوا وبيقول جاء التوأم الذي سيقسمان الليل والنهار وبعد 16 عام. من هذا الكلام بيظهر واحد من التوأم شعره أصفر وبيكون اسمه هو يورو، وبيكون بيصطاد طائر. بعدين بيرجع القرية بيسلم على الكل في طريقه، وبعدها بيوصل عند أخته واللي بيكون اسمها هو آسا، وبيكونوا في مكان كله ظلام. وبعدين بيحكي ليها على اللي حصل النهارده، ان هو اصطاد طائر وكده. فقالت له ده جميل جدا يا اخويا. قال لها بس بصراحه انا كنت عايز اصطاد خنزير بري او حاجه اكبر من كده عشان الشتاء قرب واحنا عايزين نجمع اكل اكتر. بعدها بيسيبها وبيطلع يقابل شخص معين، والراجل ده بيجيب حاجات معاه بيبيعها واسمه هو ديراسان. بيدي البطلنا يورو كوره وبيقول له ان دي لآسا، وبعدين بيمشي من المكان. اما يورو فبيكمل شغله في الزراعه، فبيظهر في السما غاز فبيفكروه تنين ولا حاجه، وبيطلع في الاخر ان هي طياره. فبيقعدوا يتفرجوا عليها وهم مشتتين في الفرجه وكده. بيظهر من وراهم ناس في الجيش بيخلصوا عليهم واحد ورا التاني. فبيظهر بطلنا يورو بيقابل اتنين منهم وبيقوم رمى عليهم سهمين مش بيلحقوا حتى يعملوا معاه اي حاجه. بعدها بيكمل عشان يطمن على اخت آسا. وبعدها بيظهر مشهد لبنت وهي بتنزل من الطياره وبتقول للناس ابتلع وجسمهم بيتقطع، ده ولا كأنه سكونه يا جدعان. المهم بعدها بنرجع ليورو وهو بيوصل لمكان اخته آسا، واول ما بيوصل للمكان بيلاقي بنت هناك كانت كسرت الحاجز اللي آسا كانت فيه وضربتها ضربه قويه، بعدها خلتها تفقد الوعي. وبعدها بنرجع تاني للراجل اللي اسمه هو ديرا، وهو مع مسدس وعمال يقتل في الناس، وبيشوف البنت اللي كانت بتقول للناس ابتلع، وبيشوف قوتها المرعبه واللي بتكون على شكل لعنه او وحش ليه فكين وبيقدر يقطع اي حاجه باسنانه. المهم ان هو من بعد ما قال كده بدأوا يتقاتلوا فعليا. ديرا قاعد بيضربها بالمسدس ولكن بدون اي اثر، فقعد يهرب من الوحوش. بعدين بيرمي عليها قنبله وبيهرب من المكان. فبيظهر لينا بعدها يورو وهو ضد البنت دي ولسه بيتكلموا. فالجد اللي كان واقع على الارض لاحظ ديرا وهو جاي، فقال له ياخد يورو ويهرب بسرعه من المكان، ما تخليش حد ياخد يورو منك، فاهم يا ديرا؟ وبعدها بيروح لمكان اسمه هو يمين او يسار. فديرا بيطلع قلاده وبيقول لليورو ان هو يحطها في النص بينهم عشان يفعلوا التماثيل دي، وفعلا يورو بيعمل كده وبيطلع حاجات شبه الوحوش السحريه بتهاجم الطيارات وبتدمرها. وبعدها بيظهر الشكل الحقيقي ليهم وبيرحبوا بالسيد الجديد اللي هو يورو. والحاجات دي يا صديقي بتكون اسمها هو تسوجاي، زي اللي كان بيحصل في انمي جوجيتسو كايسن، شبه اللعنات وكده. بطلنا بيواجه البنت اللي كانت بتقتل الناس بالوحوش اللي شبه الاسنان دي وبيهاجموها هي واللي تسوجاي تبع يورو. واللي تسوجاي قوته جباره بتضرب الوحش وبتطيره، ويورو بالسهام وبيضرب في البنت. مش معقول التناسق بين الاتنين، وخلاص كانوا هيقتلوا البنت ولكن الوحش بيجي وبياخدها وبيهربوا من المكان وبيدخلوا لمكان معين، والوحش بيقف على الباب عشان ما يدخلش حد ويقتل البنت. ولكن اللي تسوجاي بتروح وبالقوه بتفتح فم الوحش ومش بيقدر عليها، وبتظهر البنت اللي كانت ضربت اسا في القلعه والجد. وبعدها يورو بيجهز سهم عشان يقضي عليها ولسه راح يضربهم، بس بيسالهم قبل ما يقتلهم هم مين الاول. فالبنت بتقول له ان هي اخته آسا الحقيقيه، وهنا كانت الصدمه فعليا. فيورو بيقول لها انا اختي آسا اللي كانت في القلعه مش كبيره اساسا زي كده. فبتقول له آسا لان هم بيعيشوا في العالم السفلي وبيتغذوا افضل واسرع. بعدين بيظهر التسوجاي بتاع يورو وبيأكد كلام البنت، وبيقول لليورو ان دي اخته الحقيقيه لانه بيقدر يشم ريحه الدم بتاعهم والاتنين نفس الريحه بالظبط. بعدين البنت بتكمل كلامها وبتقول ان هي هربت من القريه مع ابوها وامها وهي صغيره، ويورو الوحيد اللي كان عايش في القريه. فالجده ما كانتش عايزه يورو يهرب معاهم، فقامت صنع عليه آسا اللي هي اختك المزيفه عشان ما يهربش ويسيب القريه ويقعد معاهم. فيورو لحد الان مش قادر يصدق كل الكلام ده، وهو واقف لحد الان ولسه متردد، وكان عايز يهاجمهم بس ديرا بيمنعه وبيقول له ديرا خليهم عشان احنا ما نعرفش قوه البنت دي لسه، والقريه متضرره واحنا لازم نرجع. فبيوافقوا يورو وبيقول له خلاص يلا نسيبهم ونرجع القريه. بس الجد بيكون عامل حاجز قبل ما يرجعوا، فالقريه بتختفي مكانها عن الكل ومش بتظهر ليهم خالص. فبيقرر ديرا ان هو ياخد يورو للعالم الخارجي مع الناس وكده، وبعدها يرجعوا للقريه وقت ما كل المعارك دي تخلص، لانهم دلوقتي متراقبين ولو دخلوا القريه هيتعرف المكان مره كمان وما عادش هيكون للحاجز اي 30 لازمه. وبنرجع نكمل كلامنا وهما ماشيين بالعربيه بيظهر تسوجاي اسمها هو اوشيرا، ودي بتكون صديقه تسوجاي بتاع يورو اللي هما يمين ويسار. بتسلم عليهم وبتشوف سيدهم وبيقولوا ليها ان هو واحد من التوأم قاسم الليل والنهار. فبتقول لهم فعليا هو شكله مثير للاهتمام، وبعدها بتوعدهم وبتختفي من المكان. وبعد شويتين بيوصلوا للمدينه اللي بيقولوا عنها العالم الخارجي،
وبعد ما بيوصل يورو واللي معاه للمدينه او زي ما بيقولوا عنها العالم الخارجي، وبيجيبوا له اكل وهدوم لان يورو شبه الشحاتين. بعدها ديرا والبنت اللي معاه بيقولوا ان هما هيخشوا المطعم شويه ياكلوا، وسابوا يورو مع الاتسوجاي يحموه. وبعدها بيتكلموا وبيقولوا ان هما المفروض يبقوا مع يورو ويحموه. هتيجي انت بقى يا صاحبي تقول لي هما ليه اصلا بيحموه او بيهتموا بيه اساسا؟ هقول لك لانهم الاتنين تابعين للاتسوجاي لقاره هيجاشي اللي هي قاره يورو، وبيقترح عليها الجواز. فبتقول له خواتم فرحنا اهي، وكانت هتخلص عليه خلاص، بس قال لها ان جوازهم مش حقيقي، ولكن كل ده عشان يبقوا في المجتمع وكده ويقدروا يحموا يورو برضك. فهي بترفض، بس بعد وقت طويل مش قدامها اي حل غير ان هي توافق. وبعدها بتروح ليورو وهو بيحكي مع الاتسوجاي وبيقول لهم اناديكم باسامي تاني. قالوا له عادي تقدر تعمل كده، وبيناديهم بقى المره دي باسم يمين ويسار. انا مش عارف ايه الفرق والله يا صاحبي بينهم، الاول كان اسمهم ايه، يمنى ويسرى، والوقتي بقوا يمين ويسار. يا سلام، احب انا الكرياتيفيتي اللي في الكاتب ده. المهم يورو بعدها بيقول لهم ان هم يحكوا ليه عن كل حاجه يعرفوها عنه. فالاتسوجاي بيقولوا ان هم كانوا في القريه من 400 سنه، وكانوا بيشوفوا ناس كتير بتيجي وبتمشي من القريه. وبعدها شافوا يورو وهو مع ابوه كانوا رايحين يصطادوا، بس ما شافوش اخته التوأم، وكانوا مفكرين ان هي ماتت بعد الولاده من مرض او حاجه شبه كده. وبعدها ب10 سنين شافوا بيورو وامه بيهربوا من القريه ومعاهم بنت صغيره، وكانت ريحه دم البنت دي زي ريحه دم يورو بالظبط. وبعدها بيقرروا ان هم يمشوا، وهم ماشيين بالعربيه بيبدا ديرا يشرح ليورو ان كان في جماعه في القريه بتاعتهم وسابوا القريه ومشوا بسبب خلافات، واسسوا جماعه جديده اسمها هي الكاجي موري، والجماعه دي اللي فيها اخت يورو اسا. وبيشرح له بعدها لتسوجاي ان هو التوأم قاسم الليل والنهار، لما بينولدوا في وقت بيكون فيه الليل يساوي النهار، وبعدها العالم كله بيقع في حرب وبينقسم، عشان كده اسمهم هو قاسم الليل والنهار. المهم يا صاحبي بيقول له ان هو يقدر يطور من قوته، وعنده قدرتين يقدر يكتسبهم لو قوته زادت. واول قدره وهي الكسر، ودي بتقدر تخليه يكسر اي حاجه قدامه مهما كانت، والتانيه وهي الختم، ودي بتخليه يختم اي حاجه قدامه يخليها مقفوله يعني، والاتنين اقوى من بعض. وبعدها بيروحوا يشوفوا مكان تاني يقعدوا فيه. وبعدها بنروح لاخت يورو اسا وهي كانت بتتمرن، وبيجي عندها عجوز وده هو كبير جماعه كاجاموري، وكانوا جايين يطمنوا على البنت اللي كان معاها الوحش بتاع الاسنان. وبعدها العجوز بيخلي واحد من جماعته اسمه هو جين يروح عشان يدور على يورو وديرا. بعدها بنروح ليورو والاتسوجاي بتاعه بيقول لهم ان هو عايز يدور على اخته. وبعدها بيتحركوا وبيشوفوا جين، وبعدها بتظهر قدامهم اخته اسا. ويورو اول ما بيشوفها بيتجنن وبيفتكر كل الناس اللي هي قتلتهم في القريه، وبيجري عشان يهجم عليها، بس بيظهر الاتسوجاي بتاع جين وبيهجم على يورو وبيحبسه جوه فم الوحش. وبيطلع ان دي كانت اسا مزيفه مش الحقيقيه، ودي كانت مجرد نسخه كان عاملها جين. هو اخد دم من اسا عشان الاتسوجاي بتاع يورو يشموها ويظهروا عندها، وفكرته بالظبط فعلا هي اللي بتحصل. فهل هيقدر يمسك يورو ولا الاتسوجاي يمين ويسار هيلحقوه؟ بيظهر دلوقتي يمين ويسار دخول رهيب يا صاحبي عشان ينقذوا يورو، وكل الموجودين مش بيقدروا يقفوا قدامهم، بيطلعوا اسلحه من كل الانواع وبيضربوا بيها يمين ويسار، بس مش بتأثر فيهم نهائي. حرفيا يمين ويسار جسمهم اقوى من الفولاذ يا جماعه. فجماعه جين خلاص بيرموا الاسلحه وبيقرروا ان هم يستدعوا الاتسوجاي، وبيستدعوا الاتسوجاي بتاعهم. وبيظهر فوق اليسار سلحفه بتنزل على راسها، وبيظهر ليمين ارنب بيوقعه، بعدين بيلف في الجو وبينزل على وشه، وبعدها بيوقع يمين على راسه وبينزل ضرب فيه من كل مكان. فيورو حاليا بيفكر هيعمل ايه، وبتيجي فكره في راسه وبيقوم مطلع الخنجر اللي كان معاه وبيرميه على السلحفه عشان يقدر يحرر يسار. وبعدها يسار بتروح وبتدمر سنان الاتسوجاي اللي تبع جين، وتحرر بعدها يورو. وبعدها يورو بيقول لليمين ان هو يكسر كل الانوار اللي في المكان ده، وبعدها هما بيستخبوا في الضلمه. وبعدها بيظهر يورو وهو بيهجم على جين، بس جين بيتفادى اول ضربه وخد باله من يورو. ولكن يا صاحبي هل تتوقع ان هو يتفادى جميع ضربات يورو؟ هقول لك لا والله. بعد ما بيتفادى ضربه يورو بيقوم مكمل عليه، وبعدها بيكتفه وبيحط السكينه على رقبته. خلاص يا باشا، يورو ما عادش مخليه يتحرك ولو حركه واحده بس، وهو ده المعنى الحقيقي للصياد المحنك. وبعدها بيطلب منه ان هو يطلع التليفون ويتصل على اسا اخته عشان تيجي للمكان وحالا. وبعد ما بيقول يورو لجين ان هو يتصل على اسا، فبيقول له جين لا لا لا، لو انت عايز تشوفها لازم تيجي معايا القصر بتاع الكاجيموري.
فيورو بيوافق وبيروح معاهم، وبعدها آسا بتعرف ان اخوها جاي فبتكون فرحانه وعايزه تشوفه، وبتقول الأبقوبه اللي هي البنت اللي معاها تسوجاي الاسنان ان هي تيجي معاها. فالبنت أبقوبه بترفض وبتقول لها لا 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 ده كان هيقتلني فانا مستحيل اقابله، وبعدين يا آسا الجروح لسه في جسمي وانا ما اقدرش اتحرك. وبعد شويتين بيقابل يورو آسا اخته وبيقعدوا مع بعض بقى وبيهزروا شويه وبيتكلموا عن الاكل وازاي ان الرز حلو وكده. بعدها بيبدا يسالها وبيقول لها هو فين ابونا وامنا؟ هما مش هربوا معاكي يا آسا من القريه؟ فبتقول له آسا ايوه هربوا بس انا ما اعرفش مكانهم. فبيبدا بعدها جين يحكي لهم القصه وبيقول ان هو وقت ما اهل يورو هربوا من القريه راحوا لجماعه الكاجاموري وقعدوا معاهم فتره، بعدين قرروا ان هم يزوروا المكان اللي فيه اهل ام يورو. وفعلا بيتحرك الاب والام لهناك، وعشان توصل المدينه دي يا صاحبي لازم تروح بطياره. فهم كانوا راكبين طياره والطياره طلعت من طوكيو عادي جدا ووصلت لمدينه ام يورو اللي اسمها هو اوكيناوا. بس الصدمه مش هنا، لا لا لا، الصدمه ان هو وقت الطياره ما وصلت للبلد ملقوش ابو يورو ولا ام يورو، اختفوا كليا وما عادش ليهم اي اثر. بعدها بينتقل المشهد لجماعه كانت بتتكلم وبتقول ان هم عايزين يغتالوا التوأم، وعلى طول بيظهر من بعدها تسوجاي وهو بيحاول يهاجم يورو. فبيقول يورو لجين ان هو يخلي التسوجاي السمكه تطلع لقوس وسهم عشان يقدر يقتل التسوجاي اللي قدامهم، ولكن مش بيجي فيهم. بعدها بيكملوا جري وخلاص. فبيقرروا آسا ويورو ان هم يهاجموا التسوجاي ده، واول ما بيفكروا يهاجموه التسوجاي اكلهم ونقلهم لمكان تاني، مكان اشبه بالفراغ. وبتكون آسا بتخاف من الضلمه الشديده وبتقول خلاص انا رجعت لوحدي تاني. فبيظهر ليها التسوجاي بتاع يورو اليمين وبيقول لها ان هو موجود معاها، وبعدها بيظهر لينا يورو واليسار بتقول ان هو في حاجز كروي والتسوجاي اللي هاجمهم ده هو اللي عمله. وبعدها بيقول لها ان هو القوس اللي معاه ده مش شبه القوس بتاعه ومش عارف يتحكم فيه، وبيوقفها ومعناها سكينه عشان يتمرن بيها وكده، بدل ما يضرب السكينه كل مره يضرب يسار. وبعدها بينتقل المشهد للبنت آسا وهي بتعمل مهاراتها وهي حل وكسر وبتخرج من التسوجاي، وبعدها بتلغي عقد التسوجاي ده مع سيده، وآسا بتجيب دم ليها وبتحط عليه، وبكده بتبقى آسا هي سيده التسوجاي ده، وبتخلي التسوجاي يخرج اخوها يورو ويسار. وبعدها بتطلب منه ان هو يعرفهم مكان سيده القديم، فالتسوجاي بيوافق وبيقول على مكانه فعلا. فآسا مش بتشوفه ولكن يورو رؤيته في الضلمه احسن بكتير وبيقدر يشوفه وبيضربه بالسهم، وبعدها بيطلب من يمين يمسكه. وبنروح بعدها لجين وهو بيقتل كل التسوجاي واسيادهم، وبيقابل بعدها البنت أبقوبة اللي هي بتاعت تسوجاي الأسنان، وبيكونوا مسكوا كل الناس خلاص. وبعدها بيقرروا ان هم ياخدوا منهم معلومات لحد ما العجوز رئيس مجموعة الكاجاموري يجي ويشوف هيتصرف معاهم ازاي، ومش بيطلعوا منهم بأي حاجة غير حاجة واحدة بس، ان كان في حد مأجرهم في العملية دي مقابل اجر مادي كبير. وبعدها بيتكلم يورو وبيسألهم لو حد يعرف اي معلومة عن ابوه وامه، ومحدش فيهم بيكون عارفهم اصلا. بعدها بيسأل يورو آسا عن عينها اليمين هل اللي عملها هو مختال ولا حاجة، فقالت له تقريبا اللي عمل كده مختال. وبعد شوية بتقول له انا مش عايز اكدب عليك وهقولك الصراحة، وبتبدأ تحكي ليه الحكاية من البداية ان كان في مختال من قرية يورو هو اللي عمل فيها كده.